بعد كده سندباد فضل ينادي على الأميرة بصوت عالي لحد ما سكار سمع وعرف إنه موجود جوه الكهف. بعد كده سكار بيقفل باب المغارة الموجود فيها، لكن سندباد بيسمع صوت الباب لما اتقفل، وسندباد فضل يدور في الكهف عشان يعرف مكان الأميرة، وسكار يبقى شايفه من البالونة المسحورة. ولما بيوصل سندباد ناحية الباب سكور بيفتح له الباب، وساعتها سندباد بيطلع السيف اللي معاه ويهدد سكار إنه يخلص عليه لو ما رجعش الأميرة لطبيعتها. راح سكار شرط عليه إنه يديله المصباح بعد ما رجع الأميرة لطبيعتها. وبعد كده سكار بدأ يعمل التعويذات بتاعته، وخد من سندباد قشرة البيض وعمل الخلطة السحرية بتاعته. بعد كده دخل الأميرة جوه تابوت وقفل عليها، وبعد كده بيطلع شوية دخان، وفعلا سكار بيرجع الأميرة لطبيعتها، وسندباد بيكون فرحان جدا لما يلاقي الأميرة رجعت لطبيعتها. بعد كده سكار بيطلب من سندباد إن يديله المصباح السحر زي ما وعده، لكن سندباد رفض إن يديله المصباح وقال له لما نروح عند السفينة هديك المصباح هناك. لكن سكور حس إن سندباد بيضحك عليه، راح استخدم سحر وطلع له هيكل عظم ماسك سيف، وسكور طلب من الهيكل إنه يقتل سندباد ويجيب منه المصباح، والهيكل العظمي كان قوي جدا وكان هيخلص على سندباد، لكن سندباد بينجح إنه يرميه من على السلم، وبعد كده الهيكل بيتكسر. بعد كده سندباد بياخد الأميرة ويجري من الكهف، ولما وصلوا عند الجسر عشان يخرجوا سكور يبقى شايفهم من البلورة السحرية، يروح يكسر البلورة السحرية والجسر يتدمر. وبعد كده سندباد بيحضر الجن عشان يساعده ويطلعهم من الكهف، وفعلا الجن بيديهم حبل عشان يعدوا بيه من الجسر. وبعد ما عدوا من الجسر الأميرة بتعرف سندباد إن ده هو المكان اللي الجن قال لي ترمي فيه المصباح، وساعتها سندباد قال لها ممكن نعوز المصباح تاني، لكن انت يا دام وعدت الجني خلاص ارميه. وفعلا الأميرة بترمي المصباح في المكان اللي قال لها عليه الجني، وسكار لما شاف الأميرة بترمي المصباح اتعصب واتجنن. بعد كده سندباد بيوصل لمدخل الكهف هو والأميرة، وعلشان يخرج لازم يحرك العجل عشان يعدي من التنين، وفعلا سندباد بيبعد التنين عن الطريق وينجحوا ان يخرجوا من الكهف، لكن للاسف الوحش العملاق بيكون مستنيهم عند مدخل الكهف. يروح سندباد والأميرة يدخلوا مرة تانية جوه الكهف. وبعد كده سندباد بيفكر انه يقطع السلسلة اللي مربوط فيها التنين علشان التنين يطلع بره الكهف ويخلص على العملاق، وفعلا بتنجح خطة سندباد ويطلع التنين ويهجم على العملاق، وفعلا التنين بيخلص على العملاق. بعد كده سكور بيروح عند التنين ويطلب من التنين انه يقتل اي حد يقابله. بعد كده سندباد بيروح عند الطاقم هو والأميرة ويطلب منهم انه يحضروا السهم علشان التنين جاي وراهم وهيهجم عليهم، وفعلا التنين بيسهر وطاقم السفينة بيضربوه في صدره بالسهم وبيجع التنين على سكور، وسكور بيموت. وبعد كده بشوية التنين كمان مات. بعد كده كلهم يركبوا السفينة، وسندباد بيكون فرحان ان الأميرة بخير ورجعت زي الأول. وفجأة بيظهر الجن اللي كان في المصباح بعد ما اتحرر ويقول له سندباد انا بقيت انسان زيكم وهكون معاك في كل رحلة تروحها. وبعد كده الجن بيوري سندباد الهدية اللي هو جايبها، بيكون الذهب والمجوهرات اللي كانوا في الكهف وان نقلهم على السفينة قبل ما يتحرر. وبكده يخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم دوس لايك واشتراك وفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وإلى لقاء جديد.